السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حبايبي اخواتي وبناتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. وكل حبايبي واخواتي وبناتي الجداد اللي لسه ما اشتركوش في قناتي وبيشوفوني لاول مرة، اتمنى تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل وصفة جديدة. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة صينية كنافة جميلة جدا بالقشطة. هنعملها بطريقة بسيطة جدا وسهلة زي ما احنا متعودين مع بعض، وهتطلع معاكي في منتهى الجمال وناجحة من أول مرة. تنفع معانا بقى في العزومات وحاجة حلوة كده لما حبايبنا يطلبوا مننا حاجة حلوة. وفي رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان على الأبواب. طبعا الكنافة من وصفات رمضان المشهورة، احفظوها عندكم وإن شاء الله تعملوها في الشهر الكريم وتطلع النتيجة معاكم في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين كده، نتيجة مبهرة. هنحضر بس نص كيلو من الكنافة وهنبدأ نعمل وصفتنا. الأول هنجهز الشربات. معايا دلوقتي كوبايتين من السكر، وهنحط عليهم كوباية من المية، وهنعصر عليهم ليمونة متوسطة أو نص ليمونة كبيرة، ونقلب كل ده بقى مع بعض كده بالمعلقة كويس. نحاول نقلبه كويس كده على البارد، وبعد كده هنرفعه على النار لحد ما يغلي كويس كده ويتقل، وكده تبقى تمام. ودلوقتي معايا نص كيلو من الكنافة، انا كنت حطاها في الفريزر قبل كده قبلها بيوم عشان نفككها من بعضها ونفركها كده وتبقى ناعمة معانا. الفريزر بيسهل معاكي. لو انت جايباها فريش ومستعجلة عادي بس قطعيها قطع صغيرة جدا، لكن انت لو جايباها قبلها وحطيتيها في الفريزر يوم هتبقى سهلة معاكي جدا بقى زي ما انت شايفة كده. هنفككها ونفركها بكل سهولة لحد ما كلها تبقى ناعمة وتبقى جميلة زي ما انت شايفاها كده. خلاص نعمت كده وبقت زي ما احنا عايزين. هنضيف عليها دلوقتي حوالي 5 معالق من السمنة او الزبدة، سمنة بلدي او سمنة عادية زي ما انت حابة. ونبدأ بقى نقلب السمنة بالكنافة كويس جدا. عايزين نشرب الكنافة بالسمنة كده كويس. حط عليهم معلقة من السكر وقلبهم كويس قوي بقى، ونشرب الكنافة كلها من السمنة. ولو لقيتيها محتاجة سمنة كمان بتضيفي لها، انا هضيف لها كمان معلقتين، معالق كبيرة. زي ما انت شايفة كده بتقلبي كويس وتضيفي كله. وطول ما انت شغالة وبتقلبي لقيتيها محتاجة حط لها حسب يعني الكنافة. برضو الدقيق ده بتاع الكنافة بيختلف، فيه بيبقى محتاج سمنة اكتر وفيه بيحتاج اقل شوية. تشربيها كويس جدا بالسمنة كده، وتخلي كل الكنافة بتاعتك متغلفة بالسمنة. ما تخليش قطع فيها ناشفة كده ما فيهاش سمنة، لا عايزينها كلها تبقى متغلفة بالسمنة كده عشان تطلع معاكي برضو طرية وجميلة. خلاص كده خلصتها وكده وغلفتها كلها بالسمنة. بقى هجهز الصينية معايا تكون مدهونة برضو بالسمنة البلدي او السمنة العادية حسب ما انت بتعملي. وننزل بنص كمية الكنافة كده ونظبط الصينية كويس. حاولي بقى تظبطي الصينية كويس جدا كده وتسويها وتضغطي عليها وتظبطي النص اللي تحت ده. تضغطي كويس جدا لحد ما تبقى متظبطة معاكي ومتساوية. ما تخليش اماكن عالية وفيها واماكن لا، خليها كلها سوا واحد زي ما انت شايفة كده. ابدأ بقى اعمل القشطة بتاعتي او الكريمة اللي هنحطها في النص. معايا كيلو من اللبن، انزل عليه ب3 معالق من النشا كيس فانيليا. ونقلب كل ده كويس على البارد، نقلبه كويس قوي. لازم تقلبيه كويس عشان النشا ما تتكتلش معاكي. ونشغل البوتاجاز بقى ونحطه ونفضل نقلب كده على النار. ما تسيبيش ايديكي، تفضل تقلبي كويس قوي لحد ما القوام يتقل معاكي. بعد ما القوام يتقل بقى كده وتبدأ تبقبق كده معاكي وتتقل، خلاص كده تمام. بتطفي البوتاجاز وبنروح بقى نضيفها على الكنافة اللي في الصينية اللي احنا مجهزينها وهي سخنة كده بتضيفيها. وتمسكي الصينية بس تميليها كده على كل الجناب لحد ما تتساوى وتبقى في كل الصينية يعني. ونبدأ بقى ننزل بالنص التاني من الكنافة، بس النص اللي فوق دوت بالراحة وانت بتسويه كده. ما تضغطيش جامد، سوي بالراحة برضو عشان الكنافة ما تدخلش جوه طبقة الكريمة او طبقة القشطة اللي انت عاملاها دي.
تبدأي بقى تساوي بالراحة كده، هتتساوى معاكي برضو بسهولة. طبعا احنا سيبنا الطبقة تبرد شوية عشان نعرف نساوي الكنافة على الوش. بنسويها كويس جدا لحد ما تبقى متساوية زي ما انت شايفة كده، وبندخلها فرن متوسط الحرارة بقى، وتطلع معانا بالشكل الجميل ده. هي طبعا سخنة جدا، والشربات بتاعنا السكر اللي احنا عملناه دوت بارد، بننزل بيه كده على الكنافة، بتشربيها كلها كده وتلفي الصينية وتنزلي بالسكر كله على الكنافة كلها. وتحاولي بقى تميلي الصينية كده برضو تظبط عشان السكر ينزل في اي مكان مفهوش سكر، تميلها يمين وشمال كده لحد ما تشربي السكر في الصينية كلها، وتبقى معاكي بالشكل الجميل ده. وتسيبيها بقى حوالي 5 دقايق كده ولا حاجة تتشرب وتبرد شوية، وتبدأي تقطعيها بقى. شايفين الجمال؟ حلوة قوي. هي كمان لسه دافية شوية، لما تبرد هتتماسك اكتر. ونطلع بقى قطعة كده على طبق نشوفها. طالعة معاكي ما شاء الله جميلة جدا، بألف هنا وشفا. لما تعمليها مقدما يعني اعمليها وان شاء الله تعجبك. طعمها حلو جدا وفي منتهى الجمال، وريحتها حلوة قوي. جربيها بإذن الله تعجبك. وإن شاء الله رمضان الكريم جاي، شهر رمضان الكريم جاي لنا على خير. طبعا بنحب نعمل الكنافة وأصناف بقى مختلفة من الكنافة، وده يبقى صنف بقى عندك كده احفظيه، وإن شاء الله تعمليها وتعجب الكل. ولو عجبك الفيديو بقى شيريه لكل اصحابك وحبايبك يستفادوا بالوصفة ويعملوها. ولو وصلتي معايا لحد هنا، يا ريت بقى ما تنسينيش باللايك والسبسكرايب وتفعلي زر الجرس على الكل عشان توصلك كل وصفاتي وكل اشعار بوصفاتي اول باول. واشوفك على الف خير في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.